السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الجمال، طلاب تانية ثانوي علمي وأدبي للقسمين. ده إن شاء الله أول درس معانا في الجبر، إن شاء الله نشرحه بإذن الله. فنركز مع بعض إن شاء الله. طبعا أنت عندك منهجك عبارة عن جبر، تفاضل، حساب مثلثات، علمي، أدبي، جبر، تفاضل واحتمالات، ومعاهم جزء تكامل، وبرضه عند علمي تكامل. يبقى عندنا بتاع أدبي بحتة عبارة عن جبر، تفاضل، تكامل، احتمالات. أداء علمي، جبر، تفاضل، تكامل، حساب مثلثات، دي في البحث. فالنهارده نبدا مع بعض في اول درس. طبعا انت عارف ان اول وحده بتتكون عن حاجه اسمها المتبعات الحسابيه والهندسيه والمسلسلات والمتبادل والتوافيق. ده الجبر كله. يعني الوحده الاولى بتتكلم عن التبادل المتبعات والمسلسلات، والوحده الثانيه بتتكلم عن التبادل والتوافيق. هنبدا مع بعض باذن الله تعالى في المتبعات. هنتكلم عن المتبعه. يعني ايه متبعه اساسا؟ قال لك بص كده، لو انت ركزت معايا بالراحه هتلاحظ دي عباره عن دي عباره عن مجموعه من الارقام تتبع نمط معين، اللي هي قيم بتاعتنا بتزيد. يعني كانت 2 بقت 5 بقت 8. ايه اللي حصل؟ حصل زياده للارقام بتاعتي. تمام. طيب عندنا متبعه بالشكل ده او نمط معين زي كده، 10 بقت 5 بقت 0 وهكذا. حصل حصل نقصان في الارقام بتاع النمط بتاعي، او بنسميه المتبعه. فالمتبعه عباره عن مجموعه من الارقام تزداد بمقدار معين او تقل بمقدار معين وهكذا. فدايما المتبعه تتكون من مجموعه من الحدود. فده بالنسبه لك بيسمى الحد الاول، وده بالنسبه لي الحد الثاني، وده بالنسبه لي الحد الثالث. ده حد اول، ده حد ثاني، ده حد ثالث. تمام. فدايما الارقام اللي بعوض بيها انا بقول حد اول، حد ثاني، حد ثالث. فلما باجي اعوض بقول حد اول. ما ينفعش اقول حد سالب واحد، ما ينفعش حد صفر. فالحد الاول يعني لما اجي اعوض بعوض بارقام بارقام صحيحه موجبه. بعوض فين؟ باجي اقول حد اول، فالارقام اللي بعوض بيها في الترتيب هي ارقام صحيحه موجبه. فاذا المتبعه عباره عن داله مجالها مجموعه الاعداد الصحيحه الموجبه صاد الموجب، او مجموعه جزئيه منها ومداها مجموعه الاعداد الحقيقيه. يعني المدى بتاعك ممكن يطلع معاك موجب او سالب، ممكن يطلع معاك جذر، ممكن يطلع معاك كسر، فمش فارقه. لكن بالنسبه للمجال ينفع اعوض بعوض بالارقام الصحيحه الموجبه بس. اما مداها، مدى الاعداد او مدى المتبعه، بيكون دايما اعداد حقيقيه. كلام جميل. طبعا اللي انا قلته ده هو التعريف ده بيتكلم عن حاجه اسمها حدود المتبعه. ايه حدود المتبعه ده؟ قال لك يرمز الحد الاول بحاء واحد. لو انت جيت بصيت كده، بص معايا، الحد الاول رمز له بالرمز اسمه حاء واحد، والحد الثاني رمز له بالرمز اسمه حاء اثنين، والحد الثالث حاء ثلاثه وهكذا. الحد النون يا شباب هو سماه حاء نون، هو سماه بالنسبه لك حاء نون. ده الحد النوني، وهو عباره عن صوره العنصر الذي ترتيبه نون من المتبعه. يعني هنعرف ده كله بالتفصيل. كلام جميل. طيب تعالى معايا بالراحه كده. جاي بقول لك يرمز للمتبعه بالرمز حاء نون. ده رمز المتبعه يا شباب اللي هو اسمه حاء نون، او تكتب جميع حدودها في قوس مجموعه كده عباره عن حاء واحد وحاء اثنين وحاء ثلاثه وحاء اربعه وهكذا الى البدايه بحاء نون. دي بنسميها رمز يا شباب؟ رمز المتتابعه. كلام جميل، كلام زي الفل. نيجي بعد كده، بص كده، انواع المتبعات عندنا حاجه اسمها متابعه منتهيه، متابعه غير منتهيه. متابعه منتهيه زي كده، اجي اكتب لك هنا 2 5 8 وافضل ازود لحد ما انهي مثلا بكام؟ ب 35 مثلا يعني. فدي اسمها متابعه منتهيه. ممكن اكتب لك المتابعه كده 2 4 6 8 واكتب نقط كده، اسمها غير منتهيه. المنتهيه لها بدايه ولها نهايه، ويمكن حصر عدد حدودها. الغير منتهيه لا يمكن تحديد حدودها او ما اعرفش عدد حدودها. المتابعه المنتهيه هي متابعه يمكن عد حدودها او يكون عدد حدودها منتهي، اي يمكن عده او حصره. زي المتابعه دي اسمها متابعه منتهيه. طب ديت متابعه بالنسبه لك تمثل متابعه غير منتهيه لانه لا يمكن حصر عدد حدودها. كلام جميل، كلام جميل. فانواع المتابعات هي محترم، متابعه منتهيه ومتابعه غير منتهيه. مثال بيقول لك بين اي المتابعات الاتيه منتهيه وايها غير منتهيه. شوف لي دي، هل دي منتهيه ولا غير منتهيه؟ والله بص لها بدايه ولها نهايه، قلت له قال لي خلاص دي متابعه منتهيه، مش محتاجه كلام. كلام جميل، كلام زي الفل. تعال نشوف دي متابعه منتهيه ولا غير منتهيه. يا باشا دي متابعه غير منتهيه. ليه؟ لها بدايه ليس لها نهايه، فنسميها غير منتهيه. كلام جميل، كلام زي الفل يا برنس. تمام. وبعدين يا معلم تعال نشوف دي، شوف لي دي متابعه منتهيه ولا غير منتهيه. ايه ده وانا هعمل في دي يا معلم؟ قال لك بص، دي هتعملها ازاي؟ انت هتجيب الحدود، هتجيب الحد الاول
والحد الثاني والحد الثالث لحد كام؟ والله تعالى نشوف هل هو محدد الحدود ولا مش محدد الحدود؟ قال لك حيث انت تنتمي لقد ايه؟ 1 2 3 4 5 يبقى ح 4 ح 5 يبقى انتهت عند كام؟ عند الحد الخامس يبقى دي اسمها متابعه منتهيه لان الحدود بتاعتها محدوده. عارف لو كتب لك ان انت تنتمي 1 2 3 4 واداك نقط بعدها يبقى المتابعه غير منتهيه لان الحدود بتاعتها غير محدوده. فانت تجيب ح واحد هتعوض عن كل س بواحد سالب 1 اس 1 على 2 في 1 هندخل ده على الآلة يطلع الناتج سالب نص. ح 2 سالب 1 أس 2 على 2 في 2 تطلع سالب ربع أو ربع على طول. تطلع ربع على طول. ح 3 يبقى سالب 1 أس 3 على 2 في 3 يطلع الناتج سالب 1 على 6 وهكذا. طيب تعال نجيب الحد إيه؟ تعالى معايا نجيب الحد الرابع. الحد الرابع سالب 1 أس 4 على 2 في 4 يطلع الناتج 1 على 8. هجيب الحد الخامس سالب 1 أس 5 على 2 في 5 يطلع الناتج سالب 1 على 10. يبقى أصبح الجواب بتاعي كام؟ سالب 1 على 10. أصبح الجواب سالب نص، أصبح الجواب ربع، سالب سدس، تمن وهكذا يا برنس. دي طب هل دي متابعة منتهية غير ولا غير منتهية؟ قلنا دي متابعة إيه؟ بالنسبة لنا تمثل متابعة منتهية. ليه؟ لأن حدودها محصور أو عددها محصور. جميل. طيب تعال نتكلم عن جزئية ثانية. بيتكلم عن حاجة اسمها متابعة تزايدية وتناقصية. طب أنا لما أعمل لك مثال صغير كده أكتب لك 2 4 6 8 إيه اللي أنت ملاحظه؟ المتابعة بتزيد بمقدار كام؟ بمقدار 2 فدي بنسميها متابعة تزايدية. ليه؟ لأن طرح الحد الثاني من الحد الأول بيكون أكبر من واحد، قصده أكبر من صفر، رقم موجب، طرحهم من بعض رقم موجب أهو. تكون متابعة تزايدية إمتى؟ إذا كان ح ن زائد 1 أكبر من ح ن أو طرح ده ناقص ده أكبر من الصفر. أو بص يعني أنت هنا إحنا قلنا ح 2 ناقص ح 1 أكبر من إيه؟ أكبر من الصفر، اللي هي 4 ناقص 2 اداك 2 رقم موجب. طب ما هي الأربعة أصلا أكبر من الاثنين فالأربعة أكبر من الاثنين يعني الحد الثاني أكبر من الحد الأول، كده متابعة إيه؟ تزايدية. أو الحد الثالث أكبر من الثاني أو الحد الرابع أكبر من الثالث، دي اسمها متابعة إيه؟ تزايدية. تسمى المتابعة تكون تناقصية إذا كان إيه؟ الحد ن زائد 1 أصغر من ح ن. يعني لو أنت بصيت على المتابعة دي عبارة عن 10 3 سالب 4 دي اسمها متابعة تناقصية. ليه؟ لأن الحد الثاني أصغر من الحد الأول، الحد الثاني أصغر من الأول. وإيه تاني؟ والحد الثاني ناقص طرح الحد الأول أصغر من الصفر. طرح الحدين دول اللي هو الثاني ناقص الأول اداك إيه؟ رقم سالب، فدي اسمها متابعة تناقصية. إمتى تكون تناقصية؟ لما يكون الحد الثاني أصغر من الحد الأول. إمتى تكون تزايدية؟ لما يكون الحد الثاني أكبر من الحد الأول. طب معممة بصورة عامة، بصورة أوضح، لما يكون حد ح ن زائد 1 أكبر من ح ن دي اسمها تزايدية. لما يكون ح ن زائد 1 أصغر من ح ن تناقصية. طيب امتى تكون ثابتة؟ لما تكون الحدود بتاعتها كلها ثابتة زي كده يا مستر 2 2 2 2 دي اسمها متابعة ايه؟ ثابتة. بتكون ح ن زائد 1 بتساوي مين يا معلم؟ الح ن. الح ن زائد 1 بتساوي الح ن. كلام جميل؟ كلام جميل. طيب تعالى نشوف مع بعض. بين أي المتابعات الآتية تزايدية وأيها تناقصية. شوف لي من دي أنا متابعة تزايدية وأي واحدة من دي متابعة تناقصية. هعملها إزاي؟ هجيب الحد الأول وأجيب الحد الثاني وأجيب الحد الثالث. الحد الأول هنعوض عن كل نون بواحد. 3 في 1 ناقص 2 يطلع الناتج 1. 3 في 2 ناقص 2 يطلع الناتج 4. 3 في 3 ناقص 2 يطلع الناتج 7. طيب دي متابعة تزايدية تناقصية. بص الحد الثاني أكبر من الحد الأول، أيوه، فأنا هقول له بما أن الح ن زائد 1 أكبر من ح ن، إيه الكلام الصعب ده؟ قصدي الحد الثاني أكبر من ح 1 إذا المتتابعة تزايدية. مظبوط؟ مظبوط يا برنس. طب عايزين نشوف دي تزايدية ولا تناقصية. هجيب الحد الأول 1 على 2 في 1 زائد 1 يطلع الناتج تلت. هرجع أجيب الحد التاني 1 على 2 في 2 زائد 1 يطلع الناتج خمس. أرجع أجيب الحد التالت 1 على 2 في 3 زائد 1 يطلع الناتج سبعة. الحد الثاني اكبر من الحد الاول؟ لا، الحد الاول هو اللي اكبر من الثاني، فكده اسمها متابعه ايه؟ تناقصيه. ثاني حاجه لو انت طرحت الثاني ناقص الاول هيديك رقم ايه؟ هيديك رقم سالب.
تعال نشوف المتابعه دي متزايده ولا متناقصه. انا اقدر اجيب الحد الاول -1 أس 1 ب-1 على 1 زائد 2 اصبح الناتج 1. هجيب الحد الثاني -1 أس 2 ب-1 على 2 زائد 2 اصبح الناتج 2.5 يعني 5 على 2. هقدر اجيب الحد الثالث تطلع -1 أس 3 ب-1 على 3 زائد 2 اصبح الناتج 5 على 3. طب تعالى كده لو احنا جينا نطرح ده ناقص ده او الحد الثاني، هل هو اكبر من الحد الاول؟ فعلا الحد الثاني اكبر من الحد الاول. طب هل الحد الثالث اكبر من الحد الثاني؟ لا، الحد الثالث مش اكبر من الحد الثاني. يعني 5 على 3 مش اكبر من 5 على 2. فبالتالي ان كده اصبحت دي ولا متابعه حسابيه ولا كده اصبحت المتابعه ولا تزايديه ولا تناقصيه. يبقى لا تزايديه ولا تناقصيه، بتزيد وبتقل في نفس الوقت. ماشي يا جماعه؟ تمام. ساعات بقى في ساعات بتكون في ملاحظه صغيره كده، يجي يقول لك مثلا ايه دي متبعه بالشكل ده، عباره عن 5 -2 3 -4 7 مثلا، اقول لك اي حاجه يعني -6 وهكذا. دي اسمها متابعه مذبذبه، مره بالموجب ومره بالسالب، بنسميها متابعه ايه؟ مذبذبه. ماشي، تعالى نشوف فكره كمان. بيقول ايه؟ اكتب ال5 حدود الاولى من المتبعه. اكتب لي 5 حدود. فانا هجيب ح1 تساوي 3 في 1 ناقص 5 اصبح الناتج -2. ارجع هات لي ح2 3 في 2 ناقص 5 اصبح الناتج 1. ارجع هات لي الحد الثالث 3 في 3 ناقص 5 3 في 3 ب9 9 ناقص 5 يدينا 4. ارجع اجيب الحد الرابع 3 في 4 ناقص 5 3 في 4 ب 12 12 ناقص 5 7. ارجع اجيب الحد الخامس وعايز 5 حدود الاولى، فاقول له 3 في 5 ناقص 5 3 في 5 ب 15 ناقص 5 يدينا 10. يبقى اصبح الناتج بتاعي 10. دول اول 5 حدود هو عاوزهم. رجع هنا بيقول لي هات لي اول 5 حدود برضه، فانا هجيب ح1 بنفس الكيفيه يا برنس، هنعوض عن كل نون بواحد، يبقى 1 تربيع تطلع بواحد. هرجع اجيب الحد الثاني 2 تربيع، هنعوض عن كل نون ب2 ب4. هرجع اجيب الحد الثالث 3 تربيع 9. هرجع اجيب الحد الرابع 4 تربيع هتساوي كام؟ 16. يبقى اصبح الناتج ارجع اجيب الحد الخامس اسف، تبقى 5 تربيع بتساوي 25. يبقى يصبح ال5 حدود بالنسبه لي هم دول 5 حدود. يبقى الفكره كلها يا جماعه تعويض مش اكتر. يا رب تكونوا فهمتوا الفكره. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ دي متبعه حدها النوني اسمه ح ن بتساوي 9 زائد 4 افتح قوس ن ناقص 1. ماشي، ايه المطلوب؟ عاوز الحد 17. الحد 17 هتعوض عن كل نون ب 17. جميل، يبقى 9 زائد 4 في شيل النون واكتب مكانها 17. يلا نقول له 17 ناقص 1 يديك قد ايه؟ 16. لما اضربها في 4 ب 64. ضيف عليها 9 يبقى 73. يبقى الحد 17 طلع 73. عايز الحد العاشر. الحد العاشر هيساوي 9 زائد 4 في 10 ناقص 1. في 10 ناقص 1 9. 4 في 9 36. 9 زائد 36 45. ماشي، ايه تاني؟ عاوز الحد رتبة الحد الذي قيمته 65. فانا هقول له رتبة الحد الذي قيمته 65، فانا هقول له ح ن بتساوي قد ايه؟ 65. وبعدين هبدأ اقول ح ن ب 65، فهعوض عن ح ن بالقانون بتاعه اللي هو اسمه ايه؟ 9 زائد 4 ن ناقص 1 بتساوي 65. طب وبعدين ابدا بالراحه كده افك القوس. هودي 9 بعكس الاشاره، يبقى 4 ن ناقص 4 بتساوي 65 ناقص 9. 4 ن ناقص 4 بتساوي 65 ناقص 9. لما اطرحهم من بعض هيطلعوا 56. هودي الاربعه بعكس الاشاره، يبقى 4 ن بتساوي 56 زود عليهم 4 يديك 60. اقسم على الاربعه تديك 15. يبقى ن بكام يا محترم؟ ب 15. هي ايه النون دي يا مستر؟ قال لك النون دي يا غالي اللي هي رتبه الحد. يعني الحد 15 ده هو الحد 15 اسف، هو اللي هيساوي كام في الاخر؟ 65. يبقى الحد
الذي قيمته 65 هو الحد الكام؟ ال 15. يبقى نعوض في الحاء نون على طول. طب يلا واحده كمان، يلا واحده كمان. متبعه فيها الحد العام بيساوي الحاء نون بتساوي 3 في 2 أس ن ناقص 1. أنا عاوز الحد السادس. طيب تعالى معايا بالراحة نجيب الحد السادس مع بعض. يلا بينا. الحد السادس هتبقى 3 في 2 أس 6 ناقص 1. يعني 3 في 2 أس 5. يعني 3 في 32. تطلع 96. ماشي. عاوز الحد ال 11 نفس الكيفية. ح 11 بتساوي 3 هتشيل كل نون وتحط مكانها 11. 2 أس 11 ناقص 1 يعني 2 أس 10. يبقى 3 في 1028. تطلع معايا 3072. ماشي. رجع قال لك رتبة الحد الذي قيمته كام؟ 384. يبقى انا عندي ح ن بتساوي 384. ماشي. وبعدين قال لك بص بقى، ح ن عبارة عن ايه؟ القانون بتاعها اسمه 3 في 2 أس ن ناقص 1 بتساوي 384. بالقسم على الثلاثة. اقسم على الثلاثة. لما اقسم على الثلاثة يبقى 2 أس ن ناقص 1 بتساوي 128. ال 128 يا مستر هي عبارة عن 2 أس 7. شغل الترم الأول. كده أصبح أساس بيساوي أساس، يبقى أس بيساوي أس، يبقى ن ناقص 1 بتساوي 7، ومنها إن ن بتساوي 8. يبقى أقول له إذا ح 8 هو اللي هيساوي 384. يبقى الحد الذي قيمته بتساوي 384 هو الحد الكام؟ هو الحد الثامن. يا رب تكون وصلت الفكرة دي. تعال نشوف فكرة ثانية. السؤال اللي معانا بيقول لي ايه؟ اكتب الحدود الخمسة المتبعة دي. طيب ايه المعطيات اللي معانا؟ المعطيات بتقول ان الحد الاول بيساوي 5، والح ن زائد 1 بتساوي 3 ح ن. قال لك النون اكبر من او يساوي 1. فانت هتعمل ايه؟ معاك الحد الاول، محتاج الحد الثاني والثالث والرابع والخامس، صح؟ جميل. هتعوض مره عن النون بواحد. فلما تعوض عن النون بواحد يبقى اصبح هنا ح 2 تساوي 3 في ح 1. والح 1 بقد ايه؟ ب5. يبقى اقول له 3 في 5 تساوي 15. وارجع اجيب ح 3. لحظه، انت عملت ايه؟ عوضت عن النون بواحد. لما عوضت عن النون بواحد بقت دي كام؟ 1 زائد 1 ح 2 تساوي 3 في ح 1. طب فين ح 1؟ هو مديلك ب5 اساسا. ف3 في 5 بقت دي ب15. عايز اجيب الحد اللي بعده، الحد الثالث، فهنعوض عن النون انا كده عوضت عن النون مره بكام؟ مره نون بواحد. هرجع اعوض عن النون ب2. لما اعوض عن النون ب2 هتبقى اسمها ح 3 هتساوي 3 في ح 2. وانت جبت ح 2 بكام؟ ب15. يبقى 3 في 15 تطلع 45. جميل زي الفل. هرجع اعوض عن النون بتساوي 3. يبقى ح 3 زائد 1 يعني ح 4 تساوي 3 في ح 3. وانت جبت ح 3 بكام؟ ب45. يبقى 3 في 45 تساوي 135. هرجع اعوض عن النون ب4. يبقى ح 5 هتساوي 3 في ح اعوض عن النون ب4. هنا 4. والح 4 جبناها بكام؟ ب135. يبقى 3 في 135 يطلع الناتج 405. زي الفل زي الفل. كده جبت كام حد؟ جبت الحد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، 5 حدود اللي هو عاوزهم. زي الفل زي الفل. يلا سؤال تاني. بيقول لي اوجد 5 حدود الاولى. انت معاك الحد الاول ومعاك الحد الثاني، كده عاوز الثالث والرابع. يلا نعوض. اعوض ازاي؟ بص، هتعوض عن النون مره بواحد. هتبقى هنا ح. السؤال بيقول لك ح ن زائد 2، فتعوض عن النون بواحد يبقى هنا ح 3. ما انا عوضت عن النون بواحد. وهنا ح 2 ما انا عوضت عن النون بواحد. وهنا ح 1. فالحد الثالث عباره عن الحد الثاني زائد الحد الاول. فالحد الثاني هو مديولك ب7 والحد الاول عندك ب3. ف7 زائد 3 كام؟ 10. هرجع اعوض عن النون ب2. فتبقى هنا ح.
شيل النون واكتب مكانها 2، ف2 زائد 1 2 زائد 2 يديك 4 تبقى ح 4 سوا ح 2 زائد 1 3 زائد ح 2 فح 3 بتساوي 10 والح 2 7 فاصبح الناتج 17. هرجع اعوض عن النون بتساوي 3، فلما اعوض عن النون ب 3 تبقى ح 3 زائد 2 يعني ح 5 بتساوي الحد نون زائد 1 يعني 3 زائد 1 4 زائد ح 3. فالح 4 انت جبتها ب 17 والح 3 جبتها ب 10 يبقى اصبح الناتج 27. انا عاوز 5 حدود، ما انت جبت الحد الاول ب 3 والثاني ب 7 والثالث ب 10 والرابع ب 17 والخامس ب 27. تمام؟ تمام. نيجي بعد كده بيقول لي اوجد 5 حدود الاولى، برضو نفس الفكره اللي هناك، هنعوض عن النون مره بواحد ومره باثنين ومره بثلاثه وهكذا. عوض عن النون بواحد، لما نون بواحد لما نون بواحد فتبقى ح 1 زائد 2 3 تبقى ح 3 عباره عن ح 1 زائد ح 2 ما هي نون بواحد ناقص 3، فالحد الاول بيساوي 2 زائد الحد الثاني 5 ناقص 3، ف2 زائد 5 7 7 ناقص 3 يدينا 4. النون بتساوي 2 فهنعوض عن النون ب 2 فهتبقى ح 2 زائد 2 يعني ح 4 بتساوي ح نون يعني ح 2 زائد عوض عن النون ب 2 يبقى 2 زائد 1 3 ناقص 3، فالحد الثاني ب5 زائد الحد الثالث موجود ب4 ناقص 3، ف5 زائد 4 9 9 ناقص 3 6. اعوض عن النون ب3 يبقى ح 5 بتساوي ح 3 هنعوض عن النون ب3 زائد ح 4 ناقص 3، فالحد الثالث ب4 والحد الرابع 6 ناقص 3، ف4 زائد 6 10 10 ناقص 3 7 يبقى اصبح الناتج 7. كده معايا الحد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. يا رب تكونوا فهمتوا الفكره، الموضوع كله تعويض. بسم الله. الجزء اللي جاي بيتكلم عن ايجاد الحد العام لاي متبع. ايه الحد العام؟ اللي هو الحد النوني يعني ح نون. طيب اجيبه ازاي؟ تعال معايا بص معايا في اول مساله بالراحه كده. بيقول لك ايه؟ الحد الاول جايب 2 والحد الثاني 4 والحد الثالث 6 والحد الرابع 8. اكيد الحد الخامس 10. ايه اللي حصل؟ كل مره بزود 2. جميل. طب الحد السادس هيطلع كام؟ 12. كل مره بزود 2. جميل. هو ما ينفعش اقول ان الحد الاول هو عباره عن 2 في 1؟ ينفع عادي. والحد الثاني عباره عن 2 في 2؟ ايوه ينفع. والحد الثالث عباره عن 2 في 3؟ صح. والحد الرابع 2 في 4 والحد الخامس 2 في 5، كل ده ينفع. قال لك جميل جدا، يبقى اكيد الحد النوني هو عباره عن 2 نون. ده اسمه الحد النوني، اسمه 2 نون. حلوه حلوه. تعال معايا واحده كمان. الحد الاول 5 الحد الثاني 10 الحد الثالث 15 الحد الرابع 20 الحد الخامس 25. كل مره بزود 5. ماشي. طب انت لما تيجي تقول ح نون هتكتب ايه؟ نون زائد 5 ولا ايه ظروفك؟ قال لك بص يا استاذ تعال معايا بالراحه. لو عملتها نون زائد 5 هتيجي تجيب الحد الاول مش هيديك 5، هيديك ايه؟ 1 زائد 5 6، ما ادكش 5. صح ولا غلط؟ ولكن في علاقه بين الخمسه دي والنون اللي هنا، يبقى 5 في 1 ثم 5 في 2 ثم 5 في 3 الحد الثالث ثم 5 في 4 ثم 5 في 5. تمام؟ تمام. يبقى اكيد الحد النوني هو اسمه 5 نون. صح كده؟ بحيث لو عوضت عن النون بواحد هيديك 5، نون باثنين هيديك 10 وهكذا. الحمد لله. تعال نشوف دي.
الحد الأول 1، الحد الثاني 1/2، الحد الثالث 1/3، الحد الرابع 1/4، الحد الخامس 1/5. يبقى الحد السادس ايه؟ اكيد الحد السادس 1/6. فاحنا وصلنا للحد الاول ب1 والحد الثاني ب1/2. ركز بقى، بص، 1 ممكن ده 1/1 وده 1/2 وده 1/3 وده 1/4 وده 1/5 والحد الثالث 1/6. يبقى كده الحد النوني 1/ن. صح ولا غلط؟ بس عاوز بقى تاكد تحل صح وتحل غلط، جيب الحد الاول اطلع 1/1، الحد الثاني 1/2، الحد الثالث 1/3 وهكذا. السؤال اللي بعده، اوجد الحد العام. يلا مع بعض، يلا مع بعض. الحد الاول عباره عن ايه؟ 1/2. الحد الثاني 1/4. ماشي يا باشا؟ ماشي يا باشا. الحد الثالث 1/8. الحد الرابع 1/16. مش ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ايه؟ بص يا مستر، انا لمحت حاجه حلوه قوي. ايه؟ هو الواحد ده ثابت في كله. جدع يالا، صح، ثابت في كله، تمام. الاثنين دي هي 2 أس 1، صح صح، جميل. والاربعه ده 2 أس 2، صح. والثمانيه 2 أس 3 وال16 2 أس 4، جميل. فاذا الحد النوني هو عباره عن 1/2 أس ن. ازاي؟ ما لو جبت كده اجيب الحد الاول فاعوض عن النون ب1 يبقى 1/2 أس 1. الحد الثاني 1/2 أس 2 اللي هي تساوي كام في الاخر؟ ربع. فهمت اللعبه؟ تقعد تجرب وتفكر في السؤال، بس السؤال ده لو جالك يا بطيخ انت وهو هيجي لك اختيارات، او يعني غالبا اختيارات، فلو جالك اختيارات انت تقعد تجرب الاختيارات لحد ما تجيب الحد العام يا برنس. ده لو جالك في امتحان، بس انا برضه بنشرحه. تعال نشوف دي. الحد الاول 1، الحد الثاني 4، فالحد الثالث بيساوي 9، والحد الرابع بيساوي 16 وهكذا. انا عايز بقى الحد العام. طب الحد العام ده اجيبه ازاي؟ طب هي مش دي 1 في 1؟ قلت له ودي 2 في 2؟ قلت له ودي 3 في 3؟ قلت له ودي 4 في 4؟ ايوه. يعني ممكن اكتب 1 أس 2، 2 أس 2، 3 أس 2، 4 أس 2. يبقى كده الحد الخامس 5 أس 2. يبقى الحد النوني عبارة عن ن أس 2. مظبوط؟ مظبوط يا برنس، تمام. يلا بينا. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحد الأول -1/3. الحد الثاني 1/4. الحد الثالث -1/5. الحد الرابع 1/6. انت ملاحظ ان كل مره واحده موجب مره سالب، مره موجب مره سالب، مره موجب مره سالب. قلت له قال لي ده بقى طالما بالشكل ده يبقى اكيد ده -1 أس 1 على، وده برضه -1 أس 2. ايوه عشان يديك 1. وده برضه -1 أس 3. وده برضه -1 أس 4. تمام. انا عايز اعرف بقى الثلاثه دي هجيبها ازاي. قال لك الثلاثه دي يا معلم انت هتجيبها ازاي؟ بص، انت ممكن تقول ن زائد 2 بحيث تعوض عن ن بواحد يديك 3. طب وتحت ن زائد 2 يعني ده 1 زائد 2، يعني حتى ممكن اكتبها 1 زائد 2، وده 2 زائد 2 يديك ال4، وده 3 زائد 2، وده 4 زائد 2. تمام. يعني ممكن اكتب الحد النوني هو عباره عن -1 أس ن الكل أس ن زائد 2. تمام. الحد النوني عباره عن -1 أس ن على ن زائد 2. مظبوط. ده الحد النوني. عوض بقى في اي حاجه تجيبها من دول هتلاقي ظهر معاك. عاوز تجيب الحد الثالث عوض هيظهر معاك ايه؟ -1/5. اخر حاجه في الحد النوني عشان نفض بقى الحوار. الحد الاول 9، الحد الثاني
13، الحد الثالث 17، الحد الرابع 21. دي محتاجه تركيز شويه. فده الحد الرابع بتساوي 21، فانا عايز اجيب الحد النوني. طيب الحد النوني هو الحد الخامس بكام؟ الحد الخامس لو كل مره بزود 4، لو زود 4 يديك 25. طب الحد النوني تعال نجرب كده طريقه. اكتب اي حاجه. اكتب ايه يا استاذ؟ انا كل مره بزود كام انت قلت؟ كل مره بزود 4. لو قلنا 4 نون، كل مره ازود 4 بخلي 4 نون. اذا كل مره ازود 5 بخلي 5 نون. 4 نون زائد كام؟ طب استنى بقى كده، اقعد على النون بواحد كده. 4 في 1 بقى قد ايه؟ ب4. طب زائد كام يديك 9؟ 5. تصدق فعلا؟ طب تعالى نجرب الحد التاني. 4 في 2 ب8، زود 5 13. الله جت. طب الحد التالت 4 في 3 ب12، زود 5 17. صح. وده الحد العام اسمه 4 نون زائد 1 زائد 5. يبقى انا عرفت الاربعه دي جت منين؟ اللي هو الرقم اللي بتزيده. الرقم اللي بتزيده يبقى اسمه 4 نون، او بتقله. لو بتقله يبقى سالب 4 نون. صح؟ تمام. وزائد 5 دي فين؟ دي جبتها عن طريق ان انا رحت مجرب في الحد الاول لحد ما ظهرت معايا. يا رب تكونوا فهمتوا اول جزئيه اللي هي المتابعات. ان شاء الله نشوف بقى الفيديو اللي بعده، ان شاء الله فيديو المسلسلات وحل تمارين على الدرسين مع بعض ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.